بسم الله الرحمن الرحيم. محبي ومتابعي برنامج مع الناس النهارده جايين بس بقالب جديد، جايين بشكل تاني، جايين نتحدث مع الناس دول والناس دول، نتحدث عن السلبيات والإيجابيات في مجتمعنا، ولو في سلبية نقول للسادة المسؤولين في سلبيات، ونحط الميكروسكوب ونكبر السلبية قدام كاميرا مع الناس عشان نطلع كل ما هو سلبي ونعرضه على اخواتنا التنفيذيين عشان نقضي حاجات المواطن المصري. هي دي فكرة برنامج مع الناس بيرصد السلبية ويرصد الإيجابية. لو في سلبية زي ما قلنا بنوجه نظرهم عليها، ولو في إيجابية بنقول لهم أحسنتوا برافو. اللي احنا بنشوفه الأيام دي حضراتكم رسائل قوية من الشارع المصري. في سلبيات، نعم في سلبيات، واللي ما يشوفش السلبيات يبقى أعمى فعلا. في سلبيات موجودة في الشارع، واخواتنا التنفيذيين الله يكون في عونهم. لما نتحدث قبل كده تكرارا وتكرارا وتكرارا عن مستشفى بدوي، وعملنا حلقات وتحدثنا مع معالي وزير الصحة. النهاردة بنرفع القبعة لمعالي وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، وبنقول له تحياتنا لك يا معالي الوزير، أحسنت في مستشفى بدوي. تمت الاستجابة من معالي وزير الزراعة لاستخراج الأرض اللي مبنى عليها مستشفى بدوي. ديت بردك من الإيجابيات. شكر وتقدير للدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية للاستجابة الفورية، وفعلا انتهت المستشفى وهنبدأ العمل. وبنقول أهالينا بمجلس قروي بدوي مليون مبروك للاستجابة الفورية. فلهم علينا التحية والتقدير والشكر إن هم استجابوا لهذا العمل العظيم. لكن لما نشوف حضراتكم النهاردة أيضا مستشفى ميت علي بقرية ميت علي، ومستشفى محل الدمنة. مستشفى ميت علي اللي تم إنشائها من سنة 2000 لحد النهاردة عبارة عن مبنى خاوي، عبارة عن مبنى مفيش فيه أي شيء. لحد النهاردة من 2000 لسنة 2023 المبنى ما تسلمش. ولما جينا نخاطب المسؤولين للأسف يقول لك لا يجوز، المسافة قريبة وما ينفعش إن يبقى في مستشفى في قرية ميت علي. للعلم مستشفى ميت علي دي بتخدم الخط كله ابتداء من سندوب تنتهي ب100 فارس، زائد مجلس قروي ميت علي. مجلس قروي ميت علي اللي هم العديد من المواطنين، يعني لا قدر الله على طريق الازدواج حصل حادث، هيبقى اقرب مستشفى ميت علي. مستشفى ميت علي في عهد الوزير اسماعيل سلام تم وضع حجر الاساس، هي ومستشفى بني عبيد. مستشفى بني عبيد النائب مكرم رضوان وصلوا مبلغ تطوير للاستقبال، ولو قلت لكم المبلغ يخض، مبلغ كبير. مستشفى بني عبيد النهارده بيتم تطويرها بعد 23 سنة، مع كان الحجر الأساس بتاعها تم وضعه مع مستشفى ميت علي. مستشفى محل الدمنة اللي من 2008، مستشفى محل الدمنة اللي من سنة 2008 صدر قرار من محافظ الإقليم بهدم المبنى عشان يتبنى مستشفى تانية. مستشفى محل الدمنة النهاردة بقت أرض فاضية، وبقت مكان لأي حد يستباح نفسه أو أي إنسان يقدر يخش فيها ويقدر يعمل كل ما هو منافي ويعمل مشاكل ويعمل. النهاردة لو حصل حادث على طريق محل الدمنة اللي هو بيبدأ ابتداء من الشرقوية لحد ما توصل لتكرنس ومركز ومدينة على الورق، مركز محل الدمنة مدينة بدون توابع، بس المستشفى هتخدم الجميع. لا قدر الله لو في حادث يبقى مستشفى محل الدمنة. انا بشكر طبعا السيد الوزير الدكتور خالد عبد الغفار اللي انا تواصلت معاه، والراجل مشكورا انا بقول له حلم، هل فعلا مستشفى ميت علي حلم؟ قال لي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي جميع الاحلام بتتحقق. في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مفيش حلم مش هيتحقق. فبشرى لأهالينا بمركز ومدينة محل الدمنة والقرى التابعة لمحل الدمنة، إن شاء الله هيكون في استجابة، وإن شاء الله يكون مستشفى محل الدمنة جاهزة. قبل ما نطلع الفاصل طبعا أنا بذكر لكم إيجابيات وسلبيات. عندنا في إيجابية مهمة جدا، أهل القرآن، مواهب قرية سلكة. مواهب قرية سلكة يا سادة أطفال براعم. هتشوفوا حضراتكم التقرير وهنرجع لكم تاني، بس محدش يروح في أي مكان. هتشوفوا تقرير قوي جدا وهتشوفوا إنشاد ديني وتلاوة قرآن.
من قرية سلكة اللي هي بلد فضيلة الشيخ محمد حامد السلكاوي. ما حدش يروح في اي مكان، انتظرونا. وما زلنا بنلف وبندور فيك يا مصر عشان نجيب اجمل ما فيكي، نجيب البسمه ونجيب الضحكه، نجيب كل شيء جميل. زي ما بنرصد السلبيه، موجودين النهارده في احدى قرانا محافظه الدقهليه، وتحديدا قريه سلكه التابعه لمركز المنصوره، عشان نجيب السلبيات والايجابيات. لاحظنا ايجابيه، الكل بيقول بعد شهر رمضان ما بتفتلش كحك، لا، ما زال النهارده كلام الله قائم، ما زال الدعوه، وما زال النهارده في قريه سلكه الساده المحفظين او شباب لقبوا نفسهم بمواهب قريه سلكه. الشباب دولت بيسعوا ان هم يحفظوا كتاب الله، واثمر عن ذلك بعض اطفال نوابغ في مجال قراءة القرآن وتحفيظ القرآن والأذكار والإنشاد الديني. هيكون معانا التقرير، وما زلنا مستمرين في قرية سلكة. أنا محمد حسن فتوح، وموهبة القرآن تلاوة القرآن الكريم إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسماء بنيناها بأيد والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. صدق الله العظيم. اسمي ندى رضا المير، موهبتي تلاوة القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من
ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. اسمي الأستاذ أحمد يحيى السري عبد الوهاب بموهبة الإنشاد الديني والقرآن الكريم. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد أبدا أبدا. اللهم صل وسلم على خير من صلى وصام وخير من طاف بالبيت الحرام يا رب الركن والمقام ويا رب المشعر الحرام. أقرئ رسول الله منا السلام وشفعه فينا يوم الزحام، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اهدنا يا مولانا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. أنا رحمة محمد حسن، موهبتي الإنشاد الديني. تسنيم محمد حسن وموهبة الإنشاد الديني. رميساء رافض، موهبة الإنشاد الديني. أنا اسمي رنين محمد حسن، موهبة الإنشاد الديني. وخدوني والله معاكم يا دوار النبي، أنا نفسي أزور وياكم بالصلاة على النبي. وخدوني والله معاكم يا دوار النبي، أنا نفسي أزور وياكم بالصلاة على النبي. وخدوني معاكم صحبة، ده أنا نفسي أزور الكعبة. وخدوني معاكم صحبة، ده أنا نفسي أزور الكعبة. يدي أمسك شباك وده غرامي ومطلبي، يدي أمسك شباك وده غرامي ومطلبي. وخدوني والله معاكم يا دوار النبي، ده أنا نفسي أزور وياكم بالصلاة على النبي. وخدوني والله معاكم يا دوار النبي، أنا نفسي أزور وياكم بالصلاة على النبي. وخدوني معاكم صحبة، ده أنا نفسي أزور الكعبة. وخدوني معاكم صحبة، ده أنا نفسي أزور الكعبة. يدي أمسك شباك وده غرامي ومطلبي، يدي أمسك شباك وده غرامي ومطلبي. اسمي أحمد أدري محمد علي، موهبتي الإنشاد الديني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية. سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى، سبحانه
اطلب بطاعته رضاه، اطلب بطاعته رضاه، فإنه لم يزل بالجود يرضي طالبين رضاه. اسمي علياء جاسر، موهبتي إنشاء دين. مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفا، كان في عطفه لليتامى دفا، حل قلبي له فذا شوقا إليه، ليس أرجو سوى شربة من يديه، الصلاة عليه والسلام عليه. السماء ارتقى فأتى بالنقى، فأتى وجهه نيرا مشرقا. اسمي مازن محمد عبد الله، موهبة تلاوة القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا، وبست الجبال بثا، فكانت هباء منبثا، وكنتم أزواجا ثلاثة. صدق الله العظيم. اسمي رامز أحمد إبراهيم، موهبة تلاوة القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام. صدق الله العظيم. اسمي محمد جان، تلاوة القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عزت بربي وربكم، إني عزت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. أنا اسمي أحمد محمد حسين، موهبة تلاوة القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. استغفر الله العظيم. اسمي أميرة محمد العربي، موهبتي تلاوة القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي
صدق الله العظيم. اسمي محمد أشرف، الموهبة تلاوة القرآن إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. أنا منال حسن فتحي، موهبتي تلاوة القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير صدق الله العظيم. أنا اسمي محمد زكي وهقول تلاوة القرآن الكريم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب صدق الله العظيم. اسمي أحمد صلاح السعودي، موهبتي تلاوة القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا. اسمي سجى محمد معوض. موهبتي إنشاد الدين. قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل وكف مصطفى كالورد الله وعطره يبقى إذا مست آيات الله. أنا اسمي أحمد زكي حسين، موهبة تلاوة القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. صدق الله. ويسعدني النهارده ان انا اكون في عروس الدلتا في محافظه الدقهليه زي ما قلت لحضراتكم في بدايه الامر، واكون موجود في بلد قروان الاذاعه فضيله الشيخ محمد حامد السلكاوي. ويسعدني اللقاء ان انا اتعرف بحضرتك. جاد محمد جاد. استاذ جاد، احكي لي القصه او الحدوته، ايه الموضوع بتاع مواهب سلكه او شباب سلكه؟ والله هي القصه بسيطه خالص. احنا عندنا كصفحه انشأناها بقالنا فتره كبيره. شفنا ما شاء الله مواهب جميله جدا من الاطفال، يعني ما شاء الله ممكن نقول فوق الممتاز. عندنا هنا طبعا سبب حاجه زي كده، عندنا شيوخ افاضل كتير، منهم الشيخ محمد حامد السلكاوي، الشيخ احمد وغيره طبعا من الشيوخ الممتازه. فاحنا طبعا مش عايزين يبقى عندنا برضو، عشان نكون واضحين قبل اي حاجه، الشيخ محمد لا ما هو فخر لينا، فاحنا عايزين برضو امتداد ليه، وعايزين في ناس ما شاء الله مش عايز اقول يعني هتبقى حاجه حلوه. فاحنا طبعا عايزين البراعم دي تطلع تظهر الناس كلها. وطبعا ما شاء الله حضرتك اكيد هتشوف الوقت، واكيد الاصوات الناس شافتها في المسابقه في رمضان. لا ما شاء الله احنا جايبينها لك على الطبيعه. لا واحنا كمان ركزنا ان في اختياراتنا في بعضهم احنا راجعنا القراءات صح وغلط عن طريق مش شيخ واحد، شيخ واثنين وثلاثه واربعه فاهمين. يعني في لجنه من طبعا لا بيصروا الموضوع مع الشباب او مع بالظبط كده. احنا طبعا ممكن نكون ان احنا مثلا يعني برضو فرحنا الناس كلها كل واحد بمستواه، لكن احنا اخترنا 3 أو 4 دول ممكن يكونوا هم اللي طلعوا يعني ظهروا كلهم نوابغ. لا النوابغ كتير. لا الانشاد ما شاء الله، الانشاد في انشاد عندنا في طارق العناني، في عندنا برضو الاستاذ محمد حسن في قراءة القرآن، عندنا برضو في الانشاد في بنات ما شاء الله امامير جدا يعني. لا حضرتك هتشوف الوقت على الطبيعة. لكن احنا النهارده لاولياء الامور ايه؟ احنا بنوجه رسالة المجاورة بالنسبة لقرية احنا بنوجه طبعا الرسالة المهمة جدا ان احنا فعلا محتاجين نقرب للدين شوية. احنا لان احنا بعيد كل البعد، ومحدش يقول لي برضو البلد ومش البلد. احنا عايزين نركن البلد شويه ونبص لنفسنا. تمام. يعني برضو احنا فين الصلاح اللي عندنا عشان نشوفه بره؟ ما هو فين النتيجه بتاعتنا؟ محدش يجي يقول لي بقى يعني ايه انفسنا احنا اصلا وحشين. انا بقولها صريحا احنا وحشين، عايزين بس نظبط في امورنا، نبقى كويسين اولا مع ربنا، يعني نكون خالصين من جوه مع ربنا. بعد كده نبص بقى على معلش على الوزير وعلى المحافظ والكلام ده كله. نتمنى بس ان اولياء الامور يهتموا بولادهم شويه. نبعد بس عن موضوع ان هم كل واحد مطلع على التيك توك اغاني حاجات ملهاش علاقه اصلا جدا. معلش لا لابس لبس مش مظبوط،
مظبوط، اغاني مش مظبوطه، حاجات اصلا دينا ما يقبلهاش. يعني انا مش عارف اصلا احنا قابلينها. في نهايه اللقاء معاك يا استاذ جاد نقول علم ابنك القران، طبعا والقران هيعلمه طبعا كل شيء. طبعا ده اكيد، ده حاجه احنا متفقين عليها ونقول غير كده. شكرا. مش كده. هتعرف بحضرتك؟ محمد شوقي رجب. استاذ محمد، انت عضو في المجموعه او في اللجنه بتاعت الشباب القائمه على المشروع. تمام يا فندم. اللي هو مشروع مواهب شباب سلك. احكي لنا القصه عباره عن ايه يا استاذ محمد؟ والله حضرتك احنا كصفحه اشتغلنا قبل رمضان على الموضوع دوت، ولاحظنا ان في اطفال عندنا ما شاء الله مواهبهم كويسه، فبدانا في رمضان وعملنا طبعا مسابقات، وكان في شيوخ موجوده في المسجد هي اللي بتصحح. كنا كل جمعه بعد الصلاه بنعمل لقاء مع الشباب بس مباشر زي ما حضرتك شفت على الصفحات، وزي ما الدكتور جاد اتكلم قبلي اكتشفنا ان الناس ما شاء الله صوتها حلو وما شاء الله عليهم، يعني حسينا فيهم ان هم هيبقوا حاجه في المستقبل. انتوا كرمتوا كم واحد يا استاذ؟ كتير تقريبا كتير يعني حوالي ما يقرب 50 او زياده. 50 او زياده من قريه سلكه اللي هم القريه بتاعتنا بس يا باشا، مش من فيش حته من بره. بتتراوح فين؟ تروح من 13 15 في 10 في اقل كمان من السن. تمام. وما شاء الله عليهم يعني، فاحنا حسينا ان هم ممكن يبقوا حاجه بعد كده، فعشان كده احنا ما رضناش مثلا ان هم مثلا ياخدوا سكه تانية، فاحنا احتويناهم. انت بتوجه رساله لاولياء الامور تقول لهم ايه؟ طبعا اولياء الامور لازم يكون لهم دور، ان لو انت شايف في ابنك مثلا موهبه من ديت لازم تعلن ولازم تعرفنا، او لازم مثلا يكون متواصل مع حد من الشيوخ بحيث ان هو مثلا يعني يبقى حاجه فيما بعد، ما يبقاش مثلا هو موهبه مدفونه واحنا ما نعرفش. فلازم لازم لازم يعني لما يلاحظ في حاجه يعرفنا، او يعرف اي شيخ من الشيوخ ان هو يتبنى ابنه من صغره علشان برضه يبقى حاجه بعد كده. وما زلنا موجودين في قريه سلكه التابعه لمركز المنصوره محافظه الدقهليه. زي ما قلنا في بدايه الامر، برنامج مع الناس بينزل ويلف ويجيب اجمل ما فيك يا مصر، بيجيب السلبيه وهي الايجابيه. جبنا النهارده شباب ما شاء الله، شباب بيتغنى بمدح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبتلو ايات القران الكريم. فعلا زي ما قلنا في بداية الحديث، نحن في مدرسة آل السلكاوي، فضيلة الشيخ محمد حامد السلكاوي اللي هو رمز من رموز هذه القرية. ويسعدني النهاردة ان احنا نشكر القائمين من شباب اهالي القرية او الناس اصحاب الفكرة اللي هم صفحة مواهب شباب سلكة. يسعدني النهاردة ان انا يكون معايا. اتعرف بيك؟ محمد معوض ده. قول لي يا استاذ محمد الفكره والحدوته على السريع في عجاله. والله الفكره بسيطه جدا، وبسم الله ما شاء الله عندنا ناس كويسه جدا، بس احنا بس محتاجين التنميه لهم، وباذن الله يوصلوا في حاجات برضو احسن، وان شاء الله في اصوات يعني بسم الله ما شاء الله مدفونه، بس باذن الله برضو مع التكرار ومع احنا مستمرين معاهم، وباذن الله يظهروا بشكل كويس ان شاء الله. توجه ايه لاولياء الامور حضرتك هنا في قريه سلكه او قرى مركز المنصوره او محافظه الدقهليه ككل؟ طبعا اولا انا احب اشكر الاول قبل يعني مثلا اولياء الامور وبعدهم القراء اللي محافظينهم طبعا علشان يتابعوا مع الناس ديت، ونهتم بهم بس بمخارج الحروف كويس، اللي يهتم طبعا بالقراءه كويسه يعني، وبرضه نشكرهم جدا يعني على المجهود اللي بيتعبوا مع الناس دي يعني. شكرا لك. الله يسلمك. استاذ جاد بقى في نهايه اللقاء عاوزك توجه رساله لاولياء الامور واخواننا المشايخ اللي تعبوا مع الشباب عشان يطلعوهم بالناتج الجميل ده او بالشكل الجميل، تقول لهم ايه؟ هو بس اولا في عجاله معلش، احنا قبل ما نشكرهم طبعا احنا بنأكد على اولياء الامور ان احنا نركز على الدين شويه، اللي انا قلته قبل كده لازم نركز عليه. طبعا احنا محتاجين الدعم من شيوخ البلد، عندنا ما شاء الله الشيوخ طبعا على راسهم الشيخ محمد حامد، طبعا برضو طبعا ما فيش فصال. عندنا برضو في ناس بتدعمنا زي المسجد، عندنا المسجد الكبير الشيخ احمد عبد الله داعم قوي جدا جدا، طبعا بنشكره لان هو بيساعدنا بصراحه. الشيخ محمد عبد السلام اكيد معانا ما شاء الله. عندنا الشيوخ احنا عايزين نستغلهم، عايزينهم يساعدونا، احنا كشباب مش هنيجي جنبهم حاجه عشان نكون صريحين. طيب احنا عندنا مواهب هيساعدونا، زي مثلا الشيخ احمد معانا اهو، معلش يعني في مواهب هو هيساعدنا فيها، بس اللي احنا عايزينه منه وطبعا من الشيوخ الافاضل ان هم يساعدونا نظهر المواهب دي، بدل ما يظهروا موهبتهم في حاجه فاسده حاجه وحشه نقول يا ريتنا
واكيد طبعا ده واضح في المجتمع بتاعنا، الشباب اللي لابس مش كويس وبيشرب ايه والكلام ده كله. فاحنا عايزين هم يساعدونا. طبعا احنا بنشكر اي حد ساعدنا سواء بكلمه حلوه او بكلمه وحشه. هو الكلمه الوحشه بتساعدنا على فكره ان احنا بنظبط من امورنا برضو. فانا يعني بشكر حضرتك طبعا انك اهتميت، وان في اهداف يعني برضو في اعلام هادف معانا، يعني ده حاجه كويسه جدا وده احنا مش مصدقينه. فنتمنى مش من حضرتك بس، من اي اعلام يبقى هادف، يعني يبص للناس شويه عشان حتى نظهر الناس دي بدل ما يظهروا الحاجات اللي هي مش كويسه، وطبعا احنا مش هنتكلم فيها لان هي مش هتخصنا الوقت. فانا بشكر حضرتك جدا على وجودك في سلكه. شكرا، الله يكرمك يا رب. متشكرين لحضرتك جدا، يعني شكرا لحضرتك. لكن بالنسبه لدعم مثلا ما فيش اي دعمكم بيتم منين يا استاذ جابر؟ والله احنا الدعم بتاعنا مننا فينا، يعني احنا بنستغل مثلا واحد زي الشيخ احمد، انا بكلمه لانه صديق ليا، بكلم الشيخ احمد عبد الله، بكلم الشيخ، كلهم زمايل بيساعدونا بالدعم. الهدايا والحاجات دي كلها حاجات اصلا احنا كمجموعه مثلا واحد زي الاستاذ مصطفى، الناس على فكره بتساهم. اول ما بتقول انت عايز تعمل حاجه هم اللي بيجيبوا لنا الهدايا. بس يعني احنا حتى ما عندناش مشكله، هو الدعم اللي محتاجينه بس الشيوخ الافاضل هم اللي يساعدونا بس، يعني مش عايزين هدايا. النهارده الشيخ احمد السلام لازم يدخل في الموضوع. ومن خلالكم نقدر نقول له دلوقتي ان شاء الله تبقى عضو في ورشه او تعمل ورشه يا شيخ احمد. طبعا ان شاء الله يا استاذ مصطفى. احنا اولا بنشكر سعادتك على اللقاء الطيب دوت، وتشريف حضرتك لينا حاجه فوق راسنا خالص. وعلى المستوى الشخصي انا سعيد بالوجوه الطيبه ديت والاشبال والبراعم دول، لان انا اتفاجئت يعني انا كراجل الحمد لله ربنا من عليا بحفظ القرآن والصوت الجميل، وكمبتهل يعني على قد حالنا الحمد لله والشكر لله. بس والله من كل قلبي سعيد ومبسوط للمواهب الجميلة اللي في قريتنا. وطبعا بشكر صفحة قرية شباب القرية المواهب سلكة، كل واحد باسمه، هم مجموعة طيبة وخيار من خيار. وأنا على المستوى الشخصي بقول لهم نعمل ورشة للأصوات الجميلة سواء في القرآن الكريم أو في الابتهالات والإنشاد الديني، وأنا كفيل بفضل ربنا سبحانه وتعالى وبالاستعانة بعد ربنا مع أحد الزملاء من الخارج، أستاذ مقامات موسيقية ومدرس على أعلى مستوى، ان احنا نعلمهم. واكون سعيد ان يطلع في قرية سلكة وبحيرة قريتنا براعم جميلة ونشء طيب، في يعني ما فيش احسن من تلاوة القرآن والمدح في سيدنا النبي. فاتمنى ليهم للبراعم الصغيرة ان هم يبقوا حاجة كبيرة. وبنشكر اخواتنا اللي هم القائمين على هذا العمل، كل واحد باسمه عشان ما ننساش حد، بنشكرهم على هذا العمل الطيب. وانا سعيد جدا جدا، وبس عايز احفز الاشبال الصغيره في حاجه، اللي هم في القران الكريم. كل شاب او كل شابه صغيره او ايا كان سنه يتابع مع المحفظ اللي هو معاه، ويتعلم القران كويس ويتعلم الأحكام ويتعلم التجويد، هيبقى أحسن وأحسن من كده. وطبعا أوجه بقى الشكر للأستاذ مصطفى سراج على الدعوة الطيبة ديت، ونقول لحضرتك شرفتنا وأنستنا في قريتك سلكة وبحيرة، وشكرا لمعاليك يا أستاذ مصطفى. بقى إنشاد بقى ديني عشان تحت الأمر. وأنا بقى من خلال كاميرا مع الناس بنعلنها إن شاء الله، إحنا متضامنين معاكم في أي شيء. الزيارة الجاية إن شاء الله يكون في هدايا قيمة، وهنعمل ورشة كبيرة من خلال ان شاء الله. احنا في استعداد، وانا بقول لاخواتي في البلد اصحاب الصفحه واصحاب الصفحه الفكره نفسها، انا عن نفسي معاكم. اليوم اللي انا فاضي فيه مش عندي فيه شغل، نحدد قعده ونعلم المقامات. انا على قد حالي، يعني انا لما اختبروني في الاذاعه وربنا اكرمني وقابلت في الاذاعه، كان لازم اتعلم الموسيقى. فمش هقول بقى ان احمد ده حاجه فذه، ولكن على قد اللي انا اتعلمته او على قد علمي، صدقوني مش هبخل ان اوجه الناس واعلم الناس. واكون سعيد لما يبقى في قريتنا مواهب جميله وترفع راسنا وسط المحافظه، وبعد كده يروحوا مسابقات في المحافظه، بعد كده يروحوا القاهره، بعد كده مسابقات دوليه وعالميه. اكون سعيد طبعا جدا، يعني هو حاجه نفتخر بها يا استاذ مصطفى والله. الله يخليك. الشيخ احمد السلام. ان الله وملائكته يصلون على
عليه وسلموا تسليما. عفوك ورضاك يا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا سيدي يا رسول الله يا حبيبي ويا طبيبي ويا نور قلبي. كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. سيدنا النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. احسنت يا سيدي. الله يخليك يا أستاذ مصطفى، ربنا يخليك. وما زلنا موجودين في قرية سلكة عشان نجيب كل ما هو جميل، وانتظرونا هنروح معاكم الاستديو وبرنامج مع الناس. رجعنا لكم تاني وشفنا الجمال، شفنا البراعم، شفنا تلاوة القرآن الكريم والبلابل اللي طالعة تغرد والشباب الجميل، شفنا الإنشاد الديني وحاجات بجد جميلة جدا. احنا شفنا التقرير، ويسعدني ان انا يكون معايا ضيوفي الأعزاء. ضيفي وضيفكم النهاردة معالي الأستاذ الدكتور رفعت الضبع، الوزير المفوض بالأمم المتحدة. أهلا وسهلا بك يا معالي الوزير، نورتنا ونورت برنامج كاميرا مع الناس. اهلا وسهلا بكم بالساده المشاهدين والزملاء في الاستوديو في العالم العربي كله والعالم الاسلامي كله. ربنا يعزك يا معالي الوزير. ويسعدنا ايضا ان انا يكون معايا صديقي العزيز الاستاذ ايمن رميح. ايمن رميح يا جماعه مستشار محكم بدوله قطر، مقيم بدوله قطر، شاب عنده حاجات كتيره. نتعرف الاول معاه ونرحب بيه. اهلا وسهلا بك يا استاذ ايمن. يا دكتور، تشرفنا بيك وتشرفنا بالساده الموجودين. معالي الوزير تشرفنا بحضرتك، وبنهني شعب مصر كله بعيد العمال. كل سنه وانتم طيبين طبعا. كل سنه وانتم طيبين. وعيد تحرير سيناء كل سنه واهل مصر وشعب مصر والشعب العربي كله بالف خير. وانت بألف صحة وسلامة. وما ننساش طبعا عمالنا، هم العجلة الإنتاجية لبناء الدولة المصرية، عمال مصر اللي بنقول لهم بمناسبة عيدهم كل سنة وكل مصر والوطن العربي وعمال مصر بخير يا رب. وما ننساش احنا من أيام بسيطة كان عندنا عيد الفطر المبارك وعيد إخواتنا المسيحيين أو إخواتنا الأقباط، بنقول لهم كل سنة وانتم طيبين. وكل سنة وعيد تحرير سيناء يا رب، علم مصر دايما مرفوع في ظل القيادة الحكيمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. معالي الوزير أنا سعيد إن أنا معاك النهاردة. انا اسعد والله. احنا عاوزين نتكلم النهاردة على مشروع متقدم به الأستاذ أيمن رميح اللي هي حتة التنمية. مبدئيا كده هستأذن حضرتك ان احنا نسمع منه المشروع اللي هو جاي يتطرق ليه او جاي يتحدث فيه. استاذ ايمن اتفضل حضرتك احكي لنا المشروع بتاعك عباره عن ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بتقدم لشعب مصر ولسياده الرئيس وسياده رئيس الوزراء بمشروع تنموي للمغتربين المقيمين بالخارج.
وهم عبارة عن 12 مليون إلى 14 مليون مغترب مصري بيبحثوا عن الأمن والأمان لحياتهم ولأولادهم والسعادة لمصر كلها. طموحهم بسيط جدا، محتاجين دعم من سيادة الرئيس ومن سيادة رئيس الوزراء بالإعفاء الجمركي لسيارة مقابل 10,000 دولار وديعة في البنك المركزي. الوديعة عبارة عن جزء من المشروع والحلم لكل مصري موجود في الخارج. ال10,000 دولار يا دكتور بيكونوا في الوقت الحالي ما يعادل تغيير العملة داخل مصر. ده شيء مؤرق للمصريين في الخارج، انه بعد 10 سنوات حسب الدولة ما هي رأي الموضوع. يعني هو يا استاذ ايمن هيربطهم وديعة، المبلغ هيربطهم وديعة يا هيتربط فندم. نعم، مقابل سيارة. مقابل سيارة. تمام. هو المشروع ده وديعة. كان تم طرحه قبل كده من طرحه، معالي نعم. الوزيرة واتكلموا فيه قبل كده تكرارا، بس للاسف ما تنفذش. فانت حضرتك بتناشد النهارده بنسبة بسيطة تنفذ. اه طبعا لان كل الناس اللي موجودة في الخارج غير راضية عن الموضوع. تمام. فاحنا بنطرح الموضوع انه يكون نسبة ال10,000 دولار يكونوا بالتحويل بسعر الدولار الجمركي في الوقت الحالي، بالتعرفة الجمركية. بالتعرفة الجمركية. نعم. كل مصري يقدر يحول في الوقت الحالي ال10,000 دولار، قد ايه بتكون القيمة الجمركية الحالية في مصر؟ يبدأ يغير على نفس العملة، مش بعد 10 سنين انه مش عارف. يعني انت بتقول المبلغ حضرتك قد ايه قيمة الجنيه بعد 10 سنين بالظبط. ممكن قيمته تقل، فيبقى ان هو بيقول ان هو خسر مثلا قيمة ال10,000 نعم. دولار. ما هو ياخدهم 10,000 زي ما هو رابطهم 10,000 يا استاذ ايمن. لا، هو المفروض ان هو بياخدهم بالمصري. يعني بيحول 10,000 دولار ما يعادلهم بالمصري في الوقت الحالي لمدة 10 سنوات، يستلم المبلغ بعد 10 سنوات بالجنيه المصري. تمام. ده الشيء المؤرق للمصريين في الخارج. طبعا يعني مع المشروع التنموي احنا بنطرح كمان يعني دعم من المصريين بالخارج 5,000 دولار لمشروع تنموي الأرض زراعية تتوزع على جميع المغتربين اللي هم بيعادلوا 12 مليون مصري إلى 14 مليون. انت تعرف ان حلقتنا النهارده على موضوع تنمية سيناء، شمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد، واحنا محضرين اصلا يا استاذ ايمن انا ومعالي الوزير الحلقة على كده. يعني احنا مجهزين ان احنا نتكلم على فكرة التنمية، فمشروع زي اللي حضرتك بتتكلم فيه حاجة جميلة جدا. احنا شيء يشرفنا ان احنا ندعم مصر ونطور في مصر ونعمل المستحيل لبلدنا اللي احنا بنحبها وبنتنفس هواها في غربتنا، في بعدنا عن عيالنا، عن بلدنا، عن ابونا، عن امنا، عن عيلتنا كلها، عن قريتنا اللي ربطنا، عن الارض، قريتك اللي كنا عاملين فيها التقرير اللي هي قرية سلكة. نعم، قرية سلكة اللي انا بعتز بيها. تقدم تحية لأهل بلدك سلكة. طبعا والشباب الجمال اللي احنا شفناهم يا معالي الوزير. انا بعتز بيهم، وانا هم يشرفوني ان انا يطلع من بلدي براعم جميلة، حاجة تنور. انت شفت التقرير ما شاء الله، حاجات جميلة جدا، حاجة تشرف بجد، تشرف اي حد ايا كان منصبه. هم يشرفوا، احنا متشرفين بيهم اصلا ما شاء الله. طبعا هم حملة كتاب الله، ده شيء يشرفنا. تمام. فانا بهنيهم وببارك لهم وبارك لكل اللي عاملين على القائمين عليه طبعا، لهم كل التحيه. مواهب شباب سلكة طبعا من الناس المحترمه جدا. صفحه تم طرحها على الفيسبوك وعملت قلق على المستوى العام، والناس كلها بدات تتحدث عن اهل القرآن، اهل سلكة. استاذ ايمن، انا بس استاذن حضرتك، انت قلت حضرتك لموضوعنا المهم اللي هو التنميه. الفدان كل 6 فدادين 5,000 دولار هيشتروهم ب 5,000 دولار. كل مصري مقيم بالخارج الدولة تطرح له 6 فدادين أرض. تمام. منهم فدان أرض بيكون منزوع الملكية من وزارة الزراعة. تمام. لأسباب إن الأرض سيتم البناء عليها. تمام. لأولاده، لأحفاده، من اللي هي الأرض الجديدة اللي هيتم استصلاحها. الأرض الجديدة، الوادي الجديد. تمام. شمال وجنوب سيناء. تمام. إحنا عاوزين نعمر أرضنا. طب أنا هستأذن حضرتك يا أستاذ أيمن، معلش، معالي الوزير، رأي حضرتك في فكرة التنمية اللي احنا تحدثنا فيها كتير قوي،
وخصوصا ان احنا في ظل الظروف اللي احنا فيها. نعم. عندنا ارض كتيره بس مش عارفين جداً. نستغلها. ايه راي حضرتك في مشروع الاستاذ ايمن اللي بتحدث عنه يا معالي الوزير؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أنا سعيد أن أكون معاكم. ربنا يعزك، ده احنا اللي سعداء بيك والله. انا سعيد. والحقيقة طبعا محافظة الدقهلية لها يعني تقدير خاص. تمام. وأنا تشرفت بإنشاء 3 كليات تربية نوعية في الدقهلية. تمام. والمحافظة الوحيدة في مصر التي حظيت بهذا الدعم. متغمر مية النصر المنصورة. تمام. والحقيقة كان في تفاعل كبير جدا مع الجماهير العريقة. المجتمع المدني هناك كان مرحب كتير بسعادتك. تمام. وكرموني في نادي جزيرة الورد. تمام. وسط قيادات الدقهلية، أبناء الدقهلية، السادة الوزراء والسادة المحافظين والسادة النواب. أنا حاضر التكريم كان في نادي جزيرة الورد بالمنصورة حصل. في علاقة طيبة بتربطك بالدقهلية. بين الدقهلية. الحقيقة النهارده سعدت جدا إن الواحد يشوف إبداعات ومهارات وابتكارات وتجليات من أبناء الدقهلية اللي هم كم قدموا للعالم من إبداعات دينية وفنية وثقافية واجتماعية إلى آخره. فأنا بهني نفسي وبهني شعب مصر بكذا مناسبة زي ما تفضلتوا بعيد الفطر وعيد الأشقاء الأقباط وعيد تحرير سيناء وعيد العمال وكل الأعياد دي، وربنا يجعلها أعياد كثيرة جدا. ونحن على مقبلة من الحوار الوطني المفتوح. الحقيقة موضوع التنمية ده موضوع مهم جدا. تمام يا فندم. ويهم أي إنسان غيور على بلده. حقيقة يعني. فالموضوع التنمية طبعا عشان يبقى المشاهد الكريم معانا، التنمية تنقسم إلى حاجتين. تمام يا فندم. يعني هي عملة لها وجهين، تنمية اجتماعية وتنمية اقتصادية. نعم. بنسميها التنمية الشاملة. دي كلمة تنمية. تنمية الإنسان نقصد بها يعني التعليم والتدريب وتنمية المهارات، ونقصد بها الاتيكيت والبروتوكول والمراسم، كل ما يرتبط بالإنسان. تمام. التنمية الاقتصادية اللي هي التنمية المادية، إنشاء المشاريع، إنشاء آخره. الحقيقة بالنسبة لمصر دولة واعدة للاستثمار، ده حقيقي. وأنا مسافر بره كتير جدا بتكلم في هذا الموضوع، ويمكن ما من حلقة تلفزيونية أو إذاعية أو كتابات صحفية أو ندوة أو مؤتمر إلا بتحدث عن هذا الموضوع. وأنا بتحدث عن عمق، مش بتحدث يعني برأي شخصي، عمق علمي وخبرة. موضوع تنمية مصر، أولا مصر كما يعلم القاسي والداني إن مصر مهبط الأديان السماوية ومهد الحضارة الإنسانية وملتقى المشرق والمغرب وأول عاصمة في العالم. تمام. ومرسى الأنبياء والرسل كانوا في مصر. وبرضه أنا عايز أوضح للمشاهد إن زوجة أول الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلام مصرية. زوج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مصرية. وأم الأنبياء سيدة هاجر عليه السلام. ستنا هاجر تمام عليه السلام. هذا البعد الديني يعني لو تكلمنا عن موضوعين مهمين جدا، موضوع شبه جزيرة سيناء وموضوع الوادي الجديد. موضوع شبه جزيرة سيناء بيمثل 6% من مساحة مصر. موضوع الوادي الجديد بيمثل 40% من مساحة مصر. يعني عندنا 46% تحديدا من مساحة مصر محتاجة استثمار. سيناء الشمالية والجنوبية أولا حظيت بتجلي الله سبحانه وتعالى على هذه البقعة الطاهرة أرض الفيروز، إن أول اتصال بين الله جل في علاه سبحانه وتعالى له التقدير والتقديس والعبادة مع سيدنا موسى عليه الصلاة كليم الله من على أيوه من على جبل الطور. يعني الوحي نزل على سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة في غار حراء من خلال جبريل عليه السلام. ولكن في سيناء كان الاتصال الوحيد المباشر بين رب العزة جل في علاه وبين سيدنا موسى عليه السلام والسلام وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام. هذا الحدث الضخم لا مثيل له لابد أن يأخذ حقه من التقدير ومن الاهتمام. سيناء مرسى أغلب الرسل والأنبياء وملتقى الرسالات السماوية جميعا. كل هذا يؤكد مكانة سيناء على مستوى العالم كله، مستوى الكرة الأرضية. أيضا سيناء بها واعدة، بها ثروات أرضية. كل الثروات الأرضية عشان وقت البرنامج
الذهب والمنجنيز والبترول والفوسفات والحديد والرمال كله موجود في أرض سيناء. يضاف إليها الطقس بتاعها. هناك رؤى متواضعة للاستثمار في سيناء. لابد أن نعمل تشجيع لتوطين المصريين في هذه البقعة المباركة عشان ما تبقاش فاضيه، تبقى حتى منطقه امنه. تمام. نشجعهم لعمل كثير جدا، نعمل لهم مساكن يعني ايا كان امكانياتهم بالتقسيط او بالتحفيز الى اخره. نمره 2 موضوع المياه. موضوع المياه احنا ممكن نشق نهر صناعي يربط بين نهر النيل، المياه التي تتدفق في البحر الابيض المتوسط وتروح هدرا لا فائده منها، ده اختلطت بالماء المالح. نعم. وطبعا دي جت في القرآن الكريم، يعني ذكرت سينا ومصر. سينا ذكرت في جبل الطور، ذكر في القرآن الكريم كذا مرة تصريحا وتلميحا. ده مما يؤكد دي توثيق لمكانة سينا على مستوى العالم. فبها خيرات الله سبحانه وتعالى، وهي أرض مباركة. استحداث نهر صناعي يستفيد، بدل ما مياه النيل تصب في البحر الابيض ولا يستفيد منها شيء، لا تتحول كامله الى شمال وجنوب سيناء. نهر صناعي. نعم. وكما حدث هذا النهر في كذا مكان. بدل ما تروح البحر المتوسط تلتقي هناك نهر النيل بالمياه المالحه ونفقدها، يبقى احنا نستخدمها طبعا في الزراعه وفي تمام يا فندم. في برضه نقطه ثانيه، عندي مياه الامطار تبقى كتيره جدا. نعم الحكومه بذلت جهد، لكن مزيد من الجهد. يعني انا مش بنقول ان الناس مقصره ولا الناس مثاليه، ده بنقول كده ولا كده، زي ده فلسفه البرنامج. بنقول الناس بذلت مجهود، مزيد من هذا النجاحات تدعم. وفي احتياج وطمعانين اكتر، المواطن النهارده محتاج اكتر. واحنا بنتكلم برضه في ظل نعم ربنا سبحانه وتعالى. وربنا انعم على مصر بنعم كثيره جدا، ومن بينها ان ربنا هبانا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه، اللي هو بيستجيب لاي شيء دعم لمصر ودعم للوطن. وكم حقق الرئيس عبد الفتاح السيسي الامن والامان في هذه البقعه، سيناء الجنوبيه وسيناء الشماليه، وتم الاستقرار فيها وتم تحريرها من بقع الارهاب. وزار سيناء منذ فتره في العيد الاخير لسيناء، الموقف مطمئن تماما للمستثمرين. وكان امبارح العيد بتاعهم اول امبارح احتفاليه جباره بكل السياسيين وكل اللي كان ماشي في الشارع، تدل على الامن والامان الموجود في سيناء. في العريش تحديدا كانوا ماشيين طبعا. مش عايزين نحدد يعني. انا عايز عايز ادعو كل المستثمرين في العالم الى ان يشرفونا في مصر ويستثمروا في سيناء وفي الوادي الجديد. نعم. في المعادن، في السياحه الدينيه، السياحه العلاجيه، مياه الكبريت والمياه ده موجود في سيناء. ايضا في استزراع المحاصيل العطريه والمحاصيل الدوائيه اللي مهمه جدا، والخشبيه والاشجار اللي تحدث عنها الاستاذ ايمن. كل الحاجات دي عامره في مصر وباقل الاسعار. اقل اسعار في مصر حاليا، مش عايز ادي المشاهد يعني اسعار في الدول الثانيه غاليه جدا، مش عايز اديله مثال يعني، لما كل الاسعار في الخارج سواء اسعار الشقق او الاسكان او المواصلات. ايضا عايز اشيد بربط سيناء بمصر. نعم. الانفاق التي تمت في عهد السيد الرئيس والطرق التي تمت في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، دي نعم من ربنا. واما بنعمه ربك فحدث. هنتكلم على نعم ربنا علينا. وبرضه بنأكد على الاموال العربيه، قضيه هامه جدا. الاموال العربيه لو استثمرت في العالم العربي لحققت التنميه الشامله. وبعض الناس كانوا يقول لو كان جائع في العالم العربي لسئل عنه كل العالم العربي. يعني مسؤوليتنا مجتمعين ان نحقق التنميه الشامله في الوطن العربي، مسؤوليه كل عربي. سيبنا من التقسيمات الاستعماريه اللي بيقول لك هنا مصر، المملكه السعوديه، لا الكويت، لا الامارات. لا هو الشعب العربي ربه واحد ودينه واحد ولغه واحده، اللغه العربيه، ومكانه واحد. وخيرات العالم، الارض كلها، خيرات الارض كلها موجوده في العالم العربي. ودعوه سيدنا يوسف عليه السلام، رب اجعلني على خزائن الارض. خزائن الارض. ايه المقصود بالارض هنا؟
ان خزائن العالم كله موجوده في مصر في عندنا. مصر نعم. فلا بد ان تستثمر، ولابد ان تستثمر نتائج البحوث والدراسات العلميه نعم. التي يمكن قابله للتنفيذ في مصر. ايضا الاستفاده من تجارب الدول الرائده اللي سبقتنا. نعم. ايضا لابد من تخصيص مساحات للجامعات المصريه لاستصلاحها واستزراعها. لكل جامعه يخصص جزء، نعم. سواء في الوادي الجديد او في سيناء، لاستثمار الاشقاء المصريين في الخارج. يعني بدل ما يستثمروا فلوسهم في البنوك الاجنبيه او في بنوك اخرى، ممكن يستثمروا يعملوا شركه، ودي كانت مطروحه وتمت. ما هو ده المشروع يا معالي الوزير اللي بيتكلم فيه الاستاذ ايمن. شركه ثانيه وشركه ثالثه. ما انا اقول لحضرتك، هو فكره الاستاذ ايمن ايه؟ ان هو بيقول ان احنا النهارده المقيمين بره بدل ما نستغل، عندنا بنعاني النهارده ان مفيش دولار موجود في مصر، لا ده انا هوفر الدولار في مصر عن طريق المقيمين بالخارج. نعم. وهم مقيمين في الخارج هيجوا يشتروا حضرتك، كل واحد ياخد 6 فدادين، ال6 فدادين دول عن طريق 200 شخص يعملوا جمعيه مع بعض او مشاركه مع بعض، ياخدوا 1200 فدان. ال 1200 فدان ده هيتعمل فيهم كل شيء، سواء ثروه داجنيه هيتعمل فيهم مزارع دواجن، بدل النهارده ما احنا قلنا ارتفاع البيض، لا ارتفاع مش عارف في اللحمه البيضاء اللي هي الدواجن او لحوم الدواجن، هيعملوا فيها مزارع ماشيه، هيعملوا مصانع اخشاب. يعني لسه في فكره كمان الشجره اللي هو اتحدث عنها، استاذن حضرتك برضك هو يوضحها لنا اسمها الشجره اللي بتقول ان هو الفدان تقريبا كام؟ المشروع دكتور قايم على 1200 فدان بتقسيم 4 قطع 250 على الاربع اطراف، بيساووا 1000 فدان. وفي العمق بيكون 200 فدان. تمام. 200 فدان مقسمين الى جزئين، جزء تنموي وجزء طرق وميه وخدمات عامه، كبنيه تحتيه وتجهيزات نعم. ومدارس ومنشآت. نعم. انا مش هبقى رايح اعيش في صحراء، بالظبط. لا ده يتاهل تاهيل كامل يا معالي الوزير، بحيث ان انا يتشجع ان مصطفى بدل ما هيبقى مقيم يبقى نعم. اكيد هيتوفر له طبعا مدارس، هتوفر بنيه نعم. تحتيه، الانشاءات، كل شيء متوفر موجود هناك. اتفضل. دلوقتي السيد الرئيس فتحي السيسي ادى توجيهات ان يتعمل في جميع القرى شبه مجمع خدمات يشمل كل ما تحتاجه هذا التجمع. نعم. الحقيقه فكره ممتازه جدا وفكره رائده جدا. اللي انا كنت عايز يعني ادعم السيد المستشار في القرار الجديد ده، ينم على الوفاء لبلده، جاي خصيصا عشان يخاطب اهله وناسه، نازل من قطر مخصوص على فكره عشان يتحدث عن الموضوع. يعني انا بقترح على الساده الاشقاء في الخارج، في جميع الدول الخارج، ان هو بيشتغل بعمله صعبه. نعم. فالعمله الصعبه دي زي ما تفضل السيد المستشار يستثمرها في بلده. وبرضه بضيف الى هذا، بستعجب جدا ان الدول العربيه بتستثمر فلوسها في دول اجنبيه وبتعمل مشاكل في العوده. احنا عندنا في مصر قانون استثمار به جميع انواع حوافز القوانين في العالم. تمام. ومن حق المستثمر دخول استثماراته ومعداته واساسه الشخصي بالمجانا، والخروج بيهم في اي وقت يحدده المستثمر. دي مش موجوده في اي قانون في العالم. نعم. تمام. فانا باكد على دعوه المستثمرين في العالم كله، اذا كانوا ابناء مصر او ابناء العالم العربي او المستثمرين الاجانب، ان مصر فتحت دراعتها، فتحت دراعتها للجميع. تمام. لو واحد سافر بره وشاف الدنيا شكلها ايه، وشوف مدى الامان اللي في مصر، ومدى الطقس اللي في مصر المعتدل، ومدى الاسعار الرخيصه جدا. اي نعم في غلاء، الغلاء ده جاي من ايه؟ جاي من الاسعار العالميه. احنا بنستورد حاجات كتير جدا، فالاستيراد ده عالمي، فبيرفع السعر، فبالتالي بيرفع السلع المشترك فيها ايه؟ طبعا جزء الاستيراد. احنا لازم نهتم بالزراعه، لازم نركز تركيزا كاملا. كليات الجامعات المصريه، الوزارات، المصالح، الباحثين، المبدعين، المبتكرين، يركز على استثمار في الزراعه. استثمار في الزراعه ده اذا احنا حققنا الاكتفاء الذاتي من الحاصلات الزراعيه، وسواء الخاصه بالانسان وخاصه بالحيوان وخاصه بالطيور، يبقى انجزنا. وانا متفائل. ليه لا ما نرجعش نظام التوحيد؟ واحد مثلا مساحه كبيره جدا، مساحه كبيره. نعم. واحد مثلا مساحه الزراعات تنوي زي زمان. تنميه. القطن يبقى في موسم كذا، موحد كل. في حاجات مستحبه في الخارج، الليمون المصري، البرتقال المصري، الفواكه المصريه، المانجا المصريه مطلوبه. كل المنتجات المصريه نمره 1 في الخارج حقيقي.
خاصه يكون خاليه من يكون اورجانيك. نعم الاورجانيك. فلازم ندعم التصدير، نفي بحاجتنا من السلع الغذائيه وحاجه الحيوانات وحاجه الطيور، ثم نصدر ما تبقى من حاجتنا الاساسيه، لان مصر بتستورد بارقام كبيره جدا مش عايز اقولها للساده المشاهدين. يعني بمعنى اصح يا معالي الوزير، لما ناكل من فاسنا القرار هيبقى من راسنا. من راسنا نعم. يعني لما ناكل من عايز اقول اللي ناكل من صح. يعني معنى ان انا النهارده هستخدم الفاس وهزرع، يبقى النهارده اهتم بالفلاح. وعلى فكره يا ساده وللساده المشاهدين وللجميع، الفئه الوحيده في مجتمعنا اللي ما كانش لها طلبات فئويه هم الفلاحين في مصر. وهم اللي ما عملوش وقفات في ظل الفوضى اللي كانت موجوده في مصر، وفي ظل الناس كلها كانت طالعه تطلب. المواطن الفلاح المصري الوحيد اللي ما خدش حقوقه. انتظرونا، ما حدش يروح في مكان، هناخد فاصل ونرجع لكم تاني، انتظرونا. رجعنا لكم تاني وقعدنا مع الساده الضيوف، معالي الوزير الدكتور رفعت الضبع. اهلا وسهلا بك يا معالي الوزير. استاذ ايمن رميح، اهلا وسهلا بك في برنامج مع الناس. استاذ ايمن، انت قلت لي قبل الفاصل ان احنا في موضوع توضيحي بالنسبه للمبلغ $5000. فانت وضحه للمشاهد. بالنسبه ل 5000 يا دكتور، هي اللي هم المقابل مقابل 6 أفدنة. وال6 أفدنة دولت هيتعاملوا جمعيه، يبقوا مع بعض 200 فرد ب 1200 فدان. تفضل حضرتك. او تفرقه ما فيش مشكله، يعني ممكن تكون الارض متفرقه، عباره عن كومباوند او قطعه ارض مربعه تمام بتساوي الاربع افراد او الجزء من الافراد مع بعض. هيبقى في منطقه تقسم فيها سكنيه يا استاذ ايمن؟ نعم. يعني انت حاطط في المخطط بتاعك ان يكون مقسم سكن. نعم، هي عباره عن 6 أفدنة في مجمل ال 200 شخص بيساوي 1200 فدان. 1000 فدان منهم زراعه، يعني بنعتمد على الزراعه الخشبيه لان مصر يعني فيها من الخصوبه في الارض ما تؤهلها للشيء ده، واحنا عندنا نقص في الاخشاب، فبنستورد كميه كبيره من الاخشاب. فشفنا شجره البولونيا، يعني شجره ايه تحديدا؟ شجره البولونيا. ايه؟ البولونيا. ماشي تمام. هي شجره يعني منتجه اسطوانيه، بيرتفع طولها من 15 الى 20 متر ارتفاع؟ ارتفاع من 5 ما شاء الله. من 5 الى 6 سنوات بيتم قطعها. شجره معمره. تمام. الاوراق بتاعتها بتستخدم كسمات للطيور والحيوانات والمواشي بجميع اشكالها. دي يعني تاني شيء من الشجره بتنتج 3 متر خشب في ال5 سنين. يعني الشجره الواحده 33. نعم 33 سم. تمام. الفدان بياخد 1000 شجره. الشجره غير ظليه، يعني نقدر نستغل تحت الارض جميع الزراعات، القمح، اي زراعه بنقدر نستنتجها من الارض. بالنسبه لزراعه الشجر. الشجره نفسها فيها كمان انتاج تاني، العسل. العسل، الشجره بتنتج ورد طول السنه. بعد السنه الاولى طبعا يعني في زهره لها طول السنه. طول السنه نعم. بتنتج زهره محتاجين للعسل اللي هي المناحل العسل. تشغيل مع التشجير. فاصبحنا في الشجره نفسها في حاليا 3 مشاريع مكمله للشجره. يعني اعلاف زي ما حضرتك قلت من الاوراق بتاعت الشجره. الخشب مستخدم كل شجره 33 سم، يعني 3 متر خشب كل شجره في عمر 5 ل 6 سنوات. 5 إلى 6 سنوات. الفدان بينتج 333 متر خشب. 300 يعني 1000 شجره. نعم 333 متر. هو المتر النهارده تقريبا بيتراوح من 20 من 27000 ل 30000. نعم ده شيء جميل. طيب جدا. حضرتك انا لما قدمت المشروع في البدايه وعملت دراسه جدوى عليه، كان الدولار بيساوي من 5 الى 7 جنيه. كنت قدمت على سعر المتر الخشب بيساوي 4000 جنيه. 4000 جنيه في 333. يعني من فتره زمنيه بعيده يا استاذ ايمن. يعني شغال على الموضوع من زمان. من 7 سنوات واكثر يعني. تمام. كان معادل الفدان 1,200,000 جنيه في ال5 سنوات، غير الانتاج اللي تحت الارض.
اللي موجوده ان الشجره اسطوانيه. يعني ممكن تزرع تحتها برسيم، إنتاج. تزرع تحتها اي حاجه قمح. تانية. ذره، بقوليات، جميع البقوليات بالكامل، ما فيش فيها مشكله. خضروات، اي شيء. خضروات. عندنا النباتات الفواكه، عندك المنطقه الصحراء طبعا والزهور العطريه زي ما تفضل معالي الوزير ممكن تتزرع. ارض مصر كلها يعني عامره، وطبيعه الجو نفسه والغلاف الجوي ما شاء الله. حاجه جميله تنتج باقل تكلفه ميه. الشجره ما بتستهلكش ميه ابدا. في عندنا نباتات استوائيه ممكن نستغلها مع الشجره. الشجره الاسطوانيه مسافات بين الشجره والشجره 4 متر. ممكن نعمل الاسلاك نفس طريقه العنب، تكعيبات العنب. تكعيبات عنب. طبعا احنا عندنا البيبين وعندنا بعض الزراعات الاستوائيه ممكن نستغلها مع الشجره. طبعا الاسعار خياليه، احنا ممكن نكون مصدر رئيسي للتصدير. هي الشجره دي لما بتكبر بتبقى مظله، مثلا نزرع اي نباتات مظله تحتها؟ مفيش مشكله. هي غير ظليه. هي غير ظليه؟ تاج. بتعمل تاج فوقها. فوق في المقدمه. نعم. فوق. في الاخر بس. والشجره الورقه بتاعتها عريضه جدا. بتتساقط لوحدها، او صاحب الارض او العامل اللي عنده بيقدر يساقط الورقه نفسها ويستغلها. اصبح في مشروع التسمين المواشي تحت الارض. نقدر نزرع البرسيم تحت الارض. وخصوصا البرسيم الحجازي مطلوب جدا، وتحديدا مطلوب. والبرسيم البلدي ناجح. يعني في مثلا نسبه الرشاشات للميه مش لازم على فكره. انا مع احترامي كلامك، انا نزلت الوادي الجديد. لقيت اخواتنا بتوع السعوديه يا معالي الوزير زارعين مساحات كبيره. صحيح. ومستغلينها استثمار. زهرات طبيه اللي بتستخدم في الادويه. ومستخدمين اللي هي العطر، زهرات عطريه. ومستخدمين هناك اللي هو البرسيم الحجازي. يعني بتعدي النهارده البرسيم الحجازي المصري على مستوى العالم تقريبا واخد ترتيب رقم 1. الطن بيساوي اخضر 4000 جنيه يا دكتور. البرسيم الحجازي الجديد في الوقت الحالي 4000 جنيه. مصانع التمر اللي هي النخل اللي موجوده في الوادي الجديد يجب انها تتغطى اعلاميا. الكومباوند يا دكتور عباره عن تنميه شامله. الشجر بنطعمه بشجر نخيل. في الممرات لاند سكيب، نعمل لاند سكيب بطريقه جميله، بطريقه تليق بمصر وبالمغتربين. الله عليك، الله عليك. تمام، جميل. كومباوند هو مش هيستخدم الارض كارض بس. طب يصرح في وجهه نظرك مساحه سكنيه قد ايه مثلا من المنطقه؟ المساحه السكنيه للارض يعني هو 6 أفدنة يتبنى مثلا 10%. هيبقى كبيره طبعا عليها ولا؟ طبعا يا دوب 10%. تمام. احنا بنطلب من اللي هي تغطي ال 200 شخص. 10% من 1200 فدان. 200 فدان يكونوا لخدمه الطرق والترع. طبعا احنا هنعمل فيها مثلا حسب التصميم اللي قدمته ان انتوا تعملوا ابار مثلا جوفيه، بحيرات. طبعا بحيرات جميل جميل. بتتعمل على دايره الارض بالكامل ومفرعه بالتجزئه بين ال 250 قطع فدان وفي فواصل بين الارض وبعضها. وفي الوسط بتكون المشاريع اللي هتكون في تصنيعيه او مشروعات والداجيني والمزارع. في بدايه الارض في الوسط بالظبط. في بدايه الارض 40 فدان و40 فدان في نهايه الارض 80 فدان من ال 200. وفي الوسط 30 الى 40 فدان بيتعمل كومباوند كامل للناس انها تقدر تبني. اللي عاوز يبني فيلا، اللي عاوز يعمل مشروع، اللي هم المستثمرين نفسهم، المستثمرين المغتربين. احنا اولى ببلدنا، احنا اللي ندعم بلدنا. احنا مع اخواننا العرب يكونوا معانا، بس احنا الاول. احنا دي بلدنا، محدش هيطورها ولا ينميها غيرنا احنا وهم معانا. بس المتطلبات بتاعت المصريين. طب ما المشروع بتاعك ما عرضتوش على جهات معنيه او جهات في السياديه في الدوله او حاجه يا استاذ ايمن؟ اتقدمت لكن ما خدتش الرعايه الكامله يا دكتور. انا استاذنك بس في حته بعد اذنك يا معالي الوزير. الدوله المصريه فين من الانجازات او المشاريع الشبابيه دي؟ والله الحقيقه الدوله المصريه بتبذل اقصى ما في جهدها لتحقيق التنميه. تمام. ولكن عايز اقول حاجه، يعني الحكومه عندها كام؟ عدد موظفين مصر كلهم كام؟ مش هيزيدوا عن 7 مليون واحد. الشعب المصري كام عدده؟ 104 مليون. ضيوف مصر اللي موجودين حاليا
ودي تحسب لمصر وتؤكد قوة مصر وكرم مصر ووفاء مصر. عندنا من 9 إلى 10 مليون ضيف في مصر. هؤلاء الضيوف بيتعاملوا معاملة المصريين كما نعلم في كل شيء. في كل شيء. سواء في الدعم سواء في كل شيء ده حمل على الدولة. حمل على الدولة. فالمنظومة منظومة التنمية تتكون من الشعب المصري نمرة 1، نظامات المجتمع المدني، البرلمان، الحكومة، طبعا فوق كل ذلك ربنا سبحانه وتعالى، ثم السيد الرئيس، ثم المراكز البحثية، ثم الجامعات، ثم المبدعين، ثم المبتكرين. ما ينفعش أنا أحط رجل على رجل بالمعنى العربي والحكومة تأتي بالمن والسلوى. لا، ما ينفعش. لازم يكون شركة. ازاي 7 مليون ينموا دولة؟ هم 7 مليون موظف بما فيهم احنا، يعني 7 مليون واحد. لا، لازم المنظومة تتكامل. الشباب مع الشيوخ مع المرأة مع المبدعين مع المبتكرين مع رجال الأعمال مع المغتربين مع وشركة اجتماعية كاملة مع أشقائنا العرب مع الدول الصديقة، الدول اللي بيننا وبينها اتفاقيات. كل ده يمثل تنمية مصر. لكن الناس يعني معلش، في عندنا احنا أمية في التنمية، أمية تنموية. الناس مش فاهمة ازاي يتم التنمية. كل اللي فاهمها الناس المعارضة ان هو قاعد ويحكموا اعملي لي. لا، مفيش دولة فيها كده. وبالذات اهل الشر كلنا اهل الشر واهل المعارضة واهل يعني بيتحدثوا، هم بيتكلموا من بره. لكن تعالوا هنا في مصر اتكلموا او خطبوا من داخل او تعالوا فعلوا فعلوا. لا، هم بتوع كلام. مفيش هم فعل. على صفحات التواصل وخلال الاعلام والقنوات وهكذا تلقاهم ما شاء الله اولياء الله الصالحين. والشائعات، ووقت الفعل انا عايز اقول لك المصلحه. الشائعات الشائعات اللي بتطلع دي في مصر ده مصيبه. دي بتاثر على السياحه، بتاثر على الاستثمار، بتاثر على ثقه الانسان في وطنه، بتاثر على الانتماء. يعني الناس الشريره دي بتدمر المجتمع، وفالح غير ينقد في السلبيات. لا، واحنا للاسف بيضحك علينا وقاعدين نشارك ونرفع ونعمل، والشباب بتاعنا مضحوك عليه. المفروض عايز اوضح للمشاهد الكريم نقطه مهمه جدا جدا. انا دلوقتي لما اجي اخد معلومه، المعلومه استقيها من من المصدر نفسه. مين هو المصدر؟ الشخصيات الاعتباريه. انا اقترحت حقيقي والحمد لله، وليها مؤلف عن المتحدث الرسمي. كل مؤسسه يبقى لها متحدث رسمي. هذا المتحدث الرسمي هو المعتمد لدى المستمع. انا لما اجي اروح عند واحد يمرض بيروح عند طبيب متخصص. الواحد عايز يصمم حاجه بيروح عند مهندس. أكيد. عايز علاج بيروح عند صيدلي. فلا بد انا اخد المعلومه من اثنين، من المصدر، من المتخصص، ومن الخبير، ومن المسؤول. مصدر، احنا عندنا في الاعلام مصادر رئيسيه ومصادر ثانويه. المصدر الرئيسي هو مين؟ السيد رئيس الجمهوريه ونوابه، والسيد رئيس البرلمان ووكلاء البرلمان الموقرين، ورئيس الوزراء ونواب رئيس الوزراء والوزراء ونوابهم ومساعديهم والمحافظين. دي الشخصيات الاعتباريه اللي استمع منها الكلام. لكن مش انا عايز اقول حاجه، شبكات التواصل الاجتماعي دي يعني ميكس بليسد، نعمه ونقمه. ما ينفعش واحد ينزل خبر كل الناس تتاثر بيه. لا، ده كلام مرفوض. مفيش دوله في العالم بتعمل كده. انا سمعت خبر ان بسم الله الرحمن الرحيم ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا فتأكدوا فاستوثقوا اولا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم فتصبحوا على ما صدق الله. الموضوع صعب، الموضوع مؤثر سلبي جدا. فلا بد للمواطن اينما كان في مستوى مصر ومستوى العالم العربي لابد ان يدقق في الرجوع الى مصدر اي خبر. والحقيقه هناك مراكز استطلاع الشائعات واستطلاع الراي العام في المخابرات العامه الموقره، في المخابرات الحربيه الموقره، في الامن الوطني الموقر، في مجلس الوزراء، مجلس الوزراء، في الهيئه العامه للاستعلامات. بس انا بلوم عليهم في حاجه، ان هو بيكرر الشائعه. لا، ما يصحش ان اكررها. ده انا بسمع انا ما سمعتش. لا، انا بقول ان في معلومه عايز اقولها لكم هي كذا كذا، بس ما يطلع ببيان. الله ينور عليك. ويمكن يا فندم مع احترامي لسعادتك انا بعتب على الساده التنفيذيين في الدوله المصريه
كل يوم واحد من الساده المسؤولين طالع ببيان وللاسف بيعمل سلبيه في المجتمع. المواطن ويمكن معلومه صحيحه بس ما عندوش درايه بعرض المعلومه او ان هو يدي للمستفيد المعلومه. يعني مثلا لما طلعوا تحدثوا في ان الشعب المصري بدل الفراخ غاليه الشعب المصري ياكل ارجل الفراخ. معلومه والله العظيم هي نكته، بس فعلا لو جينا ندور فعلا تلاقي ان فيها سعرات حراريه وفيها افاده للجسم الانسان فوائد عاليه جدا. وتحدث عنها بعض العلماء في العالم. يعني في واشنطن بوست كاتبين في مارجرد منزلين خبر عنها ان فيها فوائد فعليه فعلا بتفيد جسد الانسان. بس الاخ اللي طلع بالبيان يذيعه او يطلع يصدر لنا البيان قالوا بطريقه بجد كان شكلها وحش. يعني ايه المصريين ياكلوا ارجل فراخ؟ كنا زمان نقول عليها نباشات فراخ واحنا في الارياف في بلادنا كلنا، وانا يشرفني ان انا من مسقط رأس من قريه ريفيه كان يقول لك نباشه فراخ واحنا صغيرين. انت بتتكلم كتير ليه؟ اصل واكل نباشات فراخ. والله العظيم دي حقيقه. فاحنا لما نيجي نتحدث النهارده في اغلبيه البيانات بتطلع بيانات متخبطه بتسيء للدوله المصريه. لكن لو طلع راجل متخصص جبت زي ما تفضل معالي الوزير ان يكون متواجد متحدث رسمي، وكلمه متحدث رسمي هو بيطلع بالبيان دي شغلته، طالع يتحدث مع الشعب المصري زي ما فخامه الرئيس بيطلع تحس كده مع الوزير حته الكمال لله. تحس كده في قبول صادق، الكلام طالع من قلبه فبوصل لكل العالم، بوصل لكل المواطنين. فخر الدوله المصريه الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي ربنا فعلا ارسله للشعب المصري ده. لولا كنا زماننا في مكان تاني. اخواتنا اهل الشر يطلعوا يقول لك شوف اللي بيحصل في سوريا، لا شوف اللي كل ده في الفاضي. احنا عايشين في امان لولا ربنا سبحانه وتعالى. والراجل اللي شال كفنه وشال راسه على ايديه زي ما بيقولوها روحه على ايديه ما كناش احنا في الامن والامان اللي احنا عايشينه. فله كل التحيه من خلال برنامج مع الناس وضيوف الكرام. وهستأذنكم هناخد فاصل ومحدش يروح في مكان تاني، انتظرونا. رجعنا لكم تاني ومعايا ضيوف الاعزاء وبنتحدث على حته الشائعات في مجتمعنا. المجتمع المصري اللي كان دايما بيتضرب له المثل بقى عندنا النهارده داخل علينا حاجات غريبه على مجتمعنا، حاجات دخيله على الشعب المصري. بقينا نصدق الاشاعات وللاسف الابطال ابطال ورا شاشه الموبايل. الرجاله عاملين نفسهم رجاله للاسف وهو قاعد على الكيبورد، لكن وقت الافعال للاسف الا من رحم ربي طبعا. انا عايز المواطن المصري بتاع زمان اللي هو بيشتغل على حب الوطن والمواطن. اخواتنا التنفيذيين في الدوله المصريه مش مقصرين، لا في جزء مقصر، واللي بيتمسك النهارده مع الاجهزه في الدوله المصريه الرقابيه سواء رقابه جنائيه لهم كل التحيه، سواء الرقابه الاداريه لهم كل التحيه، سواء الاجهزه المعنيه والسياديه في الدوله المصريه. اللي بيتمسك بتقطم رقبته، لان احنا في دوله قانون، دوله مؤسسات، والقانون على الجميع. وحضراتكم تابعين في الفتره اللي فاتت ما ينفعش ان احنا النهارده يكون ايد بتبني وايد بتحمل السلاح وشويه عيال قاعدين لها على الكيبورد، او للاسف شباب مضحوك عليهم سامحوني يطلعوا يعملوا اشاعات للدوله المصريه. استاذ ايمن اهلا وسهلا بك واهلا بمعالي الوزير. قول لي يا استاذ ايمن، انت حضرتك في الفاصل بتقول حته الاشاعات وحته الثقه في الدوله المصريه بالنسبه للمقيمين بالخارج او المغتربين. ده شيء طبعا بيكون مقرف جدا للمصريين في الخارج. كثره الشائعات. تمام. اول حاجه هو طالب سياره من دون جمارك، تمام، اعفاء جمركي وطالب بيه كتير. فبيطلع اي حد في اي مكان بيتكلم عن لسان المصريين في الخارج من دون وعي، وناس كتير بتصدق. بيتكلم الدولة والله لا مش هتعطي لك المبلغ المطلوب، لا السي بتاع السيارة مش هو، في تفاوت بين الأسعار وبعضها. فاحنا عاوزين حد مسؤول متحدث عن المصريين في الخارج، وزارة الخارجية، يطلعوا يقولوا للمصريين بكل صراحة. احنا عندنا وزارة هجرة من الناس المحترمين القائمين عليها، يعني ما شاء الله طبعا من الوزارات القوية جدا. متابعة مع المصريين في الخارج يا دكتور. معاناة المصريين في الخارج في السفارات صعبة جدا، وكمان الإشاعات عليها أصعب منها.
تمام. احنا عاوزين نحل المواضيع دي كلها. عاوزين المغترب المقيم في الخارج، احنا 12 مليون يا دكتور. يعني تقريبا كل فرد، يعني لو قلنا 12 مليون مقيم 15,000 دولار في 12 مليون 180 مليار دولار يا دكتور. يعني هيدخل خزينة الدولة. لحظة بس بعد إذن حضرتك، الرقم كبير جدا جدا. يعني النهاردة ميزانية دول ده اللي وقفوا معانا بمبلغ كذا قالوا احنا وقفنا ساعدنا مصر. طب النهارده اولادك يا مصر بيساعدوكي يا فندم، احنا جاهزين. بعد اذن حضرتك يا استاذ ايمن، ولادك يا مصر بيساعدوكوا ب 180 مليار دولار. يعني النهارده احنا كلنا عارفين حته الاحتكار، عرض وطلب. هم بيتحكموا فينا عشان الدولار مش موجود. طب النهارده الدولار هيبقى موجود. 180 مليار دولار على مقوله الاستاذ ايمن ان 12 مليون مواطن في 15,000 دولار. لو احنا خدنا حتى ال 10,000 نفسهم اللي هم يتربطوا عندي وديعه لمده 10 سنوات، ال 10,000 دولار دولت في 12 مليون رقم كبير جدا. يعني بنتكلم حضراتكم في 120 مليار دولار زائد ال 5,000 دولار اللي هم ثمن الارض اللي هم 6 أفدنة. يعني بنتكلم في 600 مليار دولار. ارقام كبيره جدا. يجب ان الدوله المصريه تكون واعيه للموضوع ده. هستاذنك يا استاذ ايمن وهنرجع بس لمعالي الوزير. معالي الوزير سامع الارقام اللي بتتقال، ارقام فظيعه جدا، ارقام بجد نقف لها. اللي بيتكلم النهارده ميزانيه دوله او ميزانيه دول 180 مليار دولار. الدوله فين من المشروع ده يا معالي الوزير؟ والله هو الحقيقه المشروع ده يعني يشكر سياده المستشار ايمن. هو يعتبر مشروع يعني اقتراح حديث لم يتناول من قبل. هو بقول بقاله 7 سنوات شغال عليه. والحقيقه كان في فكره دعوه ابناء مصر في الخارج لمناقشه مثل هذه القضايا بصفه مستمره، وكان مستمر المشروع ده تمام، وتوقف ايام كورونا، لكن اتمنى يرجع مره ثانيه للوقوف على اراء ومقترحات وابداعات وابتكارات وطموحات ومشكلات اشقائنا المقيمين في الخارج واستثمار خبراتهم. يعني هم دول سفراء لمصر، الواجهه المصريه بره، الواجهه المصريه او الدبلوماسيه الناعمه بتاعت مصر. الدبلوماسيه الناعمه، نعم، هم هناك وعندهم خبرات في البيزنس وخبرات في التجاره وتعلمهم وكتر البكا هناك علمهم والاحتكاك بالجاليات. تمام. الدول دي فيها جميع الجاليات في العالم، يعني في بنجالي وهندي وكل وخاصة الأشقاء في الهند في الخليج. لا والهند كمان يا فندم، الهند نجحت النهارده بتصنع. النهارده بقت الهند بتصنع يا ساده الحقيقه. يعني وماليزيا وهكذا. اللي انا عايز اقول ان لا يستهان بخبره ابناء مصر في الخارج، لانه مش هو يعني رايح لحصد الفلوس فقط، بالاضافه الى الفلوس ودعم دولته وبلده بالعمله الصعبه. عنده خبره، عنده فكره، عنده اراء، عنده طموحات، عنده مشكلات، عنده ابتكارات، عنده بحوث، عنده ملاحظات. لا ده 12 مليون نسمه لو قلنا يعني ممكن يصل اكثر من هذا. دي قوه كبيره جدا، قوه في كل المناحي، النواحي قصدي، في كل النواحي خبره كبيره جدا. لابد ان يستثمروا الاستثمار الامثل لصالح مصر. تمام. اللي انا عايز اقوله ان كان السيد الرئيس كل في سفرياته بيلتقي بابناء مصر في الخارج بالجاليه المقيمه وبيجري معهم حوار مثمر وبناء. انا بقول يعني بقترح على الدكتوره وزيره الهجره ان هي تكثف من هذه اللقاءات ويلتقوا رجال الاعمال المصريين برجال الاعمال الاجانب في كل مكان لتحقيق برامج التنمية المستديمة في مصر، لأن مصر محتاجة إلى سواعد أبنائها في الداخل أو في الخارج. يعني زي ما قلنا لحضراتكم موضوع كبير، مبالغ كبيرة، 180 مليار يا سادة، 180 مليار دولار. أستاذ أيمن إزاي يعمل عملية جذب ال 12 مليون دول أدخلهم يجوا مصر كاستثمار؟ بالنسبة للمصريين في الخارج يعني طموحهم بسيط جدا. هو موضوع السيارة والأرق عليه. هو محتاج إنه يكون السيسي خاص بالسيارة مفتوح، اللي هو ساعة المحرك. ساعة المحرك. تعليم أبنائهم. وطبعا
بيكون لجميع الفئات. اللي عنده سيارة، العامل بيشتغل على سيارة نص نقل، والمهندس على راكب سيارة ملاكي، وكل واحد حسب الفئة اللي هو عنده، فعاوز ينزل سيارته عربيته اللي هو كنوع من التذكار، عربية قديمة عاوز يجيبها. طبعا حقه. عاوزه هو راجع مصر يجيب الأغراض والعفش بتاعه اللي هو اشتراه وهيبيعه بتراب الفلوس، فهو عاوز يرجعه معاه برضه كذكرى. بيرفضوا يدخلوا مثلا في مصر؟ طبعا. بيتفرض عليه ضرائب وجمارك والكلام ده. هو عاوز ليونه من الدوله عشان ينزل الحاجه دي من عنده. طبعا اولاده تعليم ومدارس. والمدارس ما بياخدش الرعايه للمصريين في الداخل. نفس الشيء الدستور ده تفرقه، لكن لما بينزل اولاده في التعليم الاساسي ولا الثانوي يقول لك انت درست بره، تيجي تعمل معادله وتعمل اجراءات، بيعاملوه معامله ثانيه. هو عاوز يكون موازي للداخل. بالنسبه للمعاشات، هو محتاج معاش دائم، تأمينات. محتاج مدارس. هو المصري المقيم في الخارج هيدعم من $5000، هيدعم مستشفيات وهيدعم مدارس. لو قسمناها حضرتك لجزء $1,000,000 للتربية والتعليم في الوادي الجديد أو في سينا، في 12 مليون مغترب ب$12 مليار يدخلوا لدعم التعليم. طب لو اتكلمنا عن التعليم، المدارس، الطفل نفسه بيكون على أعلى مستوى في التعليم، لأن المدارس بتكون مدارس نموذجية. الطالب بيدفع 2000 جنيه في السنة، يكون هيتعلم لغة إنجليزية ولغات. أنت بتتكلم على التجريبيات كده مش اللغات. نعم. كده أنت بتتكلم على الشق اللي هو التجريبي. نعم. من $5000 ده هيدعم 1000 منهم للتعليم، 1000 من وزارة الصحة هيعملوا له تنمية لوزارة الصحة، مستشفيات ومراكز طبية، ويجيبوا خبراء العالم، ويبقى فيه جزء استثماري يدعم المستشفيات ويدعم وزارة الصحة. يكون في تأمين صحي اللي سيادة الرئيس بدأ فيه في بورسعيد وهيعممه في الجمهورية إن شاء الله. فيكون احنا من الأساس بدأنا يكون عندنا البحث العلمي ومركز البحوث وبحوث الصحراء، يكون فيه موفر لهم $1000 ينتجوا لنا الشجر وينتجوا لنا الاشياء اللي احنا محتاجينها. في عندنا $1000 يكون للطرق وللكباري والمياه وللبحيرات اللي تفضل معالي الوزير وذكرها، تكون منها. وفي $1000 الاخير يكون للارض، ارض مدعمه لابن مصر اللي دفع $10,000 من دون ما ياخد اي فايده عليهم لمده 10 سنين. وعاوز كده يبقى دعم شيء مقابل شيء، وليس الشيء مقابل، يحس بحته ان الدوله واقفه معاه وبتساعده. هو عاوز ياخد الامان من الدوله. هو استاذ ايمن، انا عشان بس وقت البرنامج طبعا انا سعيد بكم طبعا والله، بس انا الوقت بيداهمني ومعانا مواضيع كتيره، اهمها ان احنا بدانا امبارح الحوار الوطني. فانا سعيد طبعا والله بيك بجد، بس يسعدني ان احنا النهارده عاوز استغل كل دقيقه وكل ثانيه عندي في وقت البرنامج عشان المشاهد الكريم وضيافه معانا معالي الوزير الدكتور رفعت الضبع، ده كقيمه وقامه بجد. انا من الناس اللي بجد بحترمه على المستوى الشخصي. معالي الوزير ربنا يعزك، احنا اخوات طول عمرنا يعني، فده شرف ليا. معالي الوزير، انا بتكلم في حته الحوار الوطني. بدانا امبارح الحوار الوطني، الدنيا رايحه لفين يا معالي الوزير؟ اللهم صل على سيدنا محمد. الحقيقه خطوه تحسب في ميزان حسنات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه. تمام. هذا الحوار الذي ان شاء الله يعني مأمول ان يمنح فرصه كبيره جدا لكل المخلصين وكل المبدعين وكل المبتكرين وكل الباحثين اللي عنده مقترح او عنده رأي وعنده مشكله لتدعيم مصر بصفه عامه. والحقيقه تم دعوه معظم الاتجاهات الموجوده في الشعب المصري، وحضروا امس في استاد القاهره، وكان يوم جميل جدا جدا الحقيقه، وكان في تفاعل كبير جدا. ولكن هناك لابد ان توضع نقاط على هذا الحوار. هذا الحوار بياتي في ظروف حساسه جدا عالميا كما يعلمها الجميع. الحرب الروسيه الاوكرانيه وما يدورها، اليمنيه السعوديه والسودان شمال وفلسطين واسرائيل والعراق
المغرب العربي وليبيا معظم الدول العربيه فيها تصدع، ملتهب، المنطقه ملتهبه حاليا. واليمن. دي نقطه. النقطه الثانيه ارتفاع الاسعار العالميه. ايضا الشطحات والارهاب والحمد لله يعني مصر اصبحت دوله خاليه من الارهاب ودوله واعده للاستثمار والسياحه. في حاجات مهمه جدا في الحوار الوطني. اول حاجه تفعيل كل بنود الدستور ما جاءت في الدستور. ده تفعيل؟ في بعض الحاجات حتى هذه اللحظه غير مفعله. تمام. نمره 2، اهم حاجه في الحكم العداله. العداله في الحكم. العداله بمعنى ايه؟ ان انا توجيهات السيد الرئيس الاخيره بسرعه الفض في القضايا المنظوره، دي حاجه كويسه جدا. محتاجين نوسع دائره التعيينات في وظائف النيابه العامه وفي القضاء وفي عشان الضغط عليهم كتير. الأجهزة السياديه. الرقابه الاداريه لازم افتح المجال، انتقي من قيادات مصر العظيمه، والجهازه السياديه دي مهمه جدا في مصر، وهم بيختاروا بعنايه كبيره، بس عايز نتوسع في العدد عشان ده هيخدم الوطن، وليهم دور في اصلاحات الراي العام وفي اكتشاف القيادات وفي ترشيح القيادات الى اخره. وانا بحييهم من هذا البرنامج جميعا، المخابرات العامه المصريه، المخابرات الحربيه المصريه، الرقابه الاداريه الموقره، الامن الوطني، الجهاز المركزي للمحاسبات، طبعا الجيش المصري والشرطه المصريه والقضاء المصري والعلماء المصريين، بنحييهم ونقدرهم ونوجه لهم دعوه بادلاء بدلوهم في هذا الحوار. تمام. وانا اتمنى واقترح ان يشمل الحوار ان يذهب الى جميع التجمعات. يعني نبدا مثلا بمحكمه الدستوريه العليا، يبقى فيها نسمع رايهم في الحوار. محكمه النقض نسمع فيها حوار. محكمه مجلس الدوله الموقره، الاسره المصريه، الجامعات، كل التجمعات اللي موجوده في مصر لابد ان يشملها هذا الحوار، لان بمثابه استطلاع راي للوقوف على ابداعات وابتكارات ومهارات وطموحات ومشكلات المجتمع المصري على الواقع. والمرحله القادمه ده مشهد ديمقراطي من ارقى مشاهد الديمقراطيه في مصر. انا استاذن سعادتك يا معالي الوزير، في جميع المؤتمرات عمرنا ما كنا بنشوف الكلام ده. فخامه الرئيس بيبقى قاعد تحت والشباب قاعدين فوق. ما ديمقراطيه، يعني دي قمه الديمقراطيه، ان رئيس الدوله موجود بنفسه تحت مع الضيوف الساده الكرام اللي موجودين تحت، وبيخلي الشباب اصحاب الاقتراحات والفكر هم اللي فوق. ده تشجيع وبيشجعهم واطمئنان وحريه، حاجات احنا ما شفناش حتى على مستوى العالم ككل. مش هنقول في مصر، لا ده على مستوى العالم ما شفناش الكلام ده. صحيح. فانا عايز اقول ان احنا قلنا تفعيل ما جاء في الدستور، ايضا زياده عدد الموظفين، عدد القيادات، وعدد الساده المستشارين للفصل في القضايا. نمرة 3، لابد من مراجعة المشكلات أو القضايا والأحكام التي صدرت في عهد الثورة. عهد الثورة ما كانش الأمور دولة مستقرة، البركة في السيد فتم تمرير بعض قوانين معينة، وبعض الناس عوقبت وبعض الناس حصلت معها مشاكل واتظلمت. العدل مهم جدا. التوسع، إلغاء نهائيا مجالس التأديب في كل الوزارات والشؤون القانونيه في كل الوزارات، والتوسع في الدوائر المتخصصه. يعني انا بعمل دايره في مجلس الدوله الموقره المحترمه، عامل دايره للرياضه، دايره للتعليم، دايره لرئاسه الجمهوريه، دايره للاقتصاد. نتوسع في هذه الدوائر ونكتفي، لان المواطن المصري بيطمئن الى المحكمه. ونقتصر المحاكمات، النظر في مشكلات المجتمع في القضاء المصري العادل الشامخ، لان مجالس التأديب دي بتبقى لها تدخل كبير جدا من صاحب المؤسسه او رئيس المؤسسه. المحسوبيه والتبعيه وفكره هو وهواءه بقى، وفكره الشخصي، كل واحد وهواءه يعني الشخصي. هم بيستعيروا استاذ مستشار من مجلس الدوله، طب والباقيين كلهم من نفس المؤسسه، فيبقى فيها عامل ذاتي، يبقى فيها ظلم. في نقطه مهمه جدا، ان معظم الناس اللي اتظلمت من مجالس التأديب في الجامعات والوزارات والمصالح الحكوميه حكمت المحكمه مجلس الدوله الاداريه العليا ببراءتهم. يعني ده تضييع للوقت واستنزاف للوقت وتحويل المواطن او المسؤول الى خصم للحكومه. طب ليه؟
ما انا مستفيد ايه؟ انا ادي الناس حقوقها، والعدل ده اساس الحكم. اديله من خلال المحكمه بتقول ايه كذا وكذا وكذا، وسرعه الفصل في المحاكم، وتخصص الدوائر القضائيه في كل التخصصات، ودعمها الدعم الكامل. ده نقطه مهمه جدا. النقطه الثانيه ايضا اللي انا عايز اقولها، توحيد الزراعات بالاجراء. النمره الثالثه العوده الى تسعير السلع. ليه بقى؟ اجد مثلا انا السلعه في مصر الجديده سعرها يختلف عن السلعه في المنصوره، يختلف عن الصعيد. لا يا فندم، نقول لسعادتك على حاجه، ده في نفس الشارع تلاقي بقال بيبيع بسعر وبقال بيبيع بسعر. لسه هقول في نفس الشارع ده بقى، مش في مناطق. مين المستفيد من ده؟ التاجر الجشع. جشع التجار طبعا. انا لما اوحد التسعيره، سلعه واحده بكذا سعر، ده غلط. لا، انا اوحد التسعيره على مستوى الجمهوريه موحده. والله اللي عاجبه عاجبه، مش عاجبه، لان ده ظلم، دي مش عداله. ومين المستفيد منها؟ مش الحكومه. الحكومه مش طرف خالص في الموضوع ده، الطرف التاجر الجشع. ولابد من الاهتمام باستيراد السلع الغذائيه. ده قضيه مهمه جدا جدا. لابد ان في تدقيق عشان برضو المشاهد ما يسمعش ان انا بتكلم في تدقيق، بس احنا عايزين مزيد من التدقيق. احنا كل شويه تظهر لنا زي عدد السكان بيزيد، مشكلات بتزيد، بس ما فيش رقابه برضك يا معالي الوزير، في تقاعس في تأدية دور الرقابة في الشارع. ده صحيح. هو النهارده من امن العقاب اساء الادب. ده صحيح. انا النهارده بتكلم على نفسي انا الشخصي كمصطفى سراج، النهارده لو ما لقيتش عليا رقابه من الدوله المصريه هعمل اللي انا عايزه. ده صحيح. وده اللي بيحصل مع التجار. يجب ان نفعل دور الرقابه. فين النهارده حمايه المستهلك؟ حمايه المستهلك مجرد احنا بنسمعه اسم بس، لكن اين هو متواجد؟ اتصل سعادتك او اي مواطن بيتصل بهم، ومشاهدينا بنتصل باخواتنا في حمايه المستهلك، ما فيش حد بيتحرك. انا عايز الرقابه التموينيه بعد اذن سعادتك ما فيش تفعيل، والكلام ده قلته اكتر من مره، ومن خلال المنبر ده بقدم كل التحيه لصديقي العزيز طبعا معالي وزير التموين الدكتور علي المصلحي، اللي بكن له كل التحيه على المستوى الشخصي. لكن في تقصير يا معالي الوزير، وزاره التموين مش هتتضار من المكاتب، لا، لازم وكيل وزاره ينزل، لازم الرقابه التموينيه تنزل، لازم الموظفين تنزل، مفتشين التموين تنزل، لازم نراقب الاسواق فعلا. المواطن مش لاقي، المواطن غلبان مطحون، وفي الاخر السيد رئيس الجمهوريه بيراهن على شعبيته مع الناس الغلابه. هي دي اللي الناس بتسمع كلام الرئيس لما رئيس الجمهوريه بيقول انزلوا الشارع، هم دول يا معالي الوزير اللي بينزلهم، بيقول لهم ادوني تفويض. الغلابه هم اللي بتنزل، الغلابه المطحونين، مش الناس اللي عايشه في ابراج مشيده، مش الناس اللي مش حاسه باللي بيحصل يا معالي الوزير. انا قبل كده كتير بعت رسائل لسعادتك، وسعادتك مشكورا بتقدم كل ما هو جديد. فمعالي الوزير رجاء يجب تفعيل دور الرقابه التموينيه. معالي الوزير انا سعيد بلقاء حضرتك. بس كلمه مهمه جدا. اتفضل يا فندم تحت امرك. جهاز حمايه المستهلك ده عدده قليل جدا، واحنا قلنا سكان مصر 104 مليون. لا احنا تجاوزنا ما شاء الله. والضيوف 10 يبقى 114 مليون سكان مصر. محتاجين زياده العدد باستمرار، مش زياده وخلاص، لا. وفي خريجين كتير جدا نستفيد منهم. فاحنا قلنا توحيد الاسعار، الاهتمام بالتصدير، والاهتمام بالاستيراد، تدقيق على السلع، التدقيق على المطاعم والفنادق مهم جدا. الدول الاخرى الصغيره عملت اسم لمطاعمها، لابد ان يكون المطعم المصري في مستوى الجوده العالميه، ولابد ان يكون الصانع المصري طالب به السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مرارا وتكرارا. لابد من استحداث الجامعات الخاصه ان تدلي بدلوها في هذا الموضوع، طلع خريجين فنيين عشان يفوا بحاجه الشعب المصري، يعملوا منتج ينافس عالميا زي زمان. يعني التصنيع الزراعي والتصنيع الغذائي والتصنيع رئيس مهتم بيه جدا. مزيد من الاهتمام، ده اللي انا عايز اقوله. معالي الوزير شكرا لسعادتك، هو الوقت اللي بداهمنا. انا اتمنى حلقات كثيره، واتمنى ان الوقت يكون اطول لصديقي العزيز معالي الوزير رفعت الضبع. نورتني يا معالي الدكتور. استاذ ايمن نورتنا، واحنا سعداء بك كشاب عاوز تشوف بلدك بخير. طبعا. عزيزي المشاهد، احنا دايما معاكم، وكنا سعداء بكم النهارده، وانتظرونا دايما مع برنامج مع الناس زي ما قلنا، في الناس دول والناس دول. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.